الأحد الجمادى الأولى خصها فيها كذا. ويظهر نحن في الرابع والخامس من شهر أبريل 4. فنسأل الله أن نكون في هذا الزمان وفي هذا المكان على خير ما نكون، بمعنى نرجو أن نكون عند الله مقبولين، يرضى عنا ويرضينا ويوفقنا لكل خير يرضاه عنا. أنتم الحمد لله الآن تتطلعون إلى المستقبل الزاهر الموفق الجميل، لكن هذه النعم في الدنيا أيها الأبناء البنات، نعم الدنيا امتحان. ليس هناك من متع بشيء لأنه طويل أو قصير أو أبيض أو أسمر. ابتلينا بالنعمة ليعلم الله أنحن من شاكرين أم من الكافرين. نعمة الله على الناس على مؤمنين معناه يشكرها، ومعنى أن يشكرها أن يستعملها فيما يرضي الله. أعطاك الله يد في الخير، رجل في الخير، عين، فكر، كل ما فيك نعم من الله، فإن أنت استعملتها في الخير فقد أرضيت الذي خلقك، وإذا أرضيته بارك وزادك ووفقك وأحاطك، وإذا أغضبته بمعنى كفرته فإنه يمهلك إلى حين، فإن تبت قبل الله منك التوبة، وإلا فأنت من الهالكين. إن شاء الله نكون من الناجين. أنا أدعو لكم إن شاء الله بالخير، وأسأل الله أن يوفقكم، والعلم العلم والعمل العمل. تعرفون أو ينبغي أن تعرفوا أن كلمة علم وعمل ربحان شقيقتان أو شقيقان. المادة اللغوية، الحرف اللغوي عين لام ميم، علم عمل، وعلم بلا عمل مصيبة، وعمل بلا علم مصيبة. الغرب كله يعمل كثير ولكن بلا علم. متعوا في الدنيا، ولكن نحن نسمع الله يقول تعالى نمتعهم قليلا، قليل معناها واخا يعيش 70 80 عام 100 قليل، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. سورة لقمان. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلب والتنعم، كي اللي بغى كان يشوف ربا جنة يمشي يموت في البحر ياك، ماشي مئات يموتون في البحر غادي للجنة غادي لجهنم، ولكنها ماشي جهنم. تعرفون واحد النكتة علمية، تيقولوا الفراش يتهافت عن النار. الفراش يتفقيم كتحت النار بزاف. علاش كتعرف فراش كتيح هو في النار؟ لا ما تعرفوهاش، جديدة هذه دابا البيان. الفراش علماء البيولوجيا أو الأحياء تقول الفراش لا يراها النار، يراها فيها واحد اللون يجذبه النعمة، ولكن تسيه النعمة الاحتياط فيقع فيقترب أكثر فيحترق. وحتى الجنة في الحديث النبوي أن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره معناه متاعب، الشيء الشيء، ولكنك تعلم أن الله لا يرضاه فتنهى عنه. وتحب أن تنام ولكن المؤذن يقول الصوت خير من النوم، فتؤثر ما يحب الله على ما تؤثره. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. راه ماشي يجفوا كاينه غير كيغلب على نفسه ليقوم ليناجي ربه. أسعد أوقاتنا لعبادة ربنا هو هذيك اللحظات قبيل الفجر، واخبطها بنعسة مع راسك. إنك كنت مسلسلا بالمسلسلات لا يجتمع حب الدنيا حب الآخرة أبدا، فكونوا من أبناء الآخرة.
أما هذه الدنيا فإن الله تعالى انتقم بها من العصاة والكافرين. يغدق عليهم الدنيا. واقرأ القرآن في سورة مريم، في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به عقلهم باش فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا في البلاغة يسمى كناية. أبواب كل شيء مما يشتهون. ما دليل أن الأبواب المفتحة مما يشتهون معك؟ حتى إذا فرحوا باش غتفرح بمصيبة؟ غتفرح بما بما الشيء مسلوكه. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. معناه يلا يا مبلسون شنو هي؟ يلا قال منقطع منين جابها؟ منين جابها؟ ما كنتش معك. مبلسون إخوان إبليس. والإبليس معناه يا اسم رحمة الله. إبليس الرجيم أبو الجني أو كافر. هو كافر ماشي هو جني. هو عارض ربه وشقه وكفر به بالإسراء. قال له الشهد الذي كرمت أرأيتك سورة الإسراء هذا الذي كرمت علي يشير إلى ابن آدم. يعني كيبان هو فوق وتقول هذا الجلاخ هذا هكا. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. من أحتنكن ذريته؟ راح أضع اللجوم في أحناكهم وأقودهم إلى حيث الشيء لن تعبد. هكذا إبليس. وإحنا بعدا كنا معك. إحنا لما إحنا ما قلنا كون ما كناش معك. لأحتنكن ذريته فشعبنا يسبون في الغيب ويطيعه منا من لا خير فيهم. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم. أنت شوف كيفاش تقول ها الدنيا الآخرة. الله أخبرك بالمصير قبل أن تسير. ايش بغيت يقول لك؟ تقول الشيطان خوك يزين لك الشر حتى تراه موردا وينفرك. ولكن الله سلحنا مش احنا ضحاياه. على كل حال انتم الان الحمد لله تسكنون حياتكم وتوفقون لانكم الحمد لله تسبحون في واحد الافق طيب مبشر. فجاهدوا وتحتاجون الى العلم والسلاح. والعلم بلا عمل راه مصيبه. فاذا علمتم ما علمكم الله فاعملوا واذا عملتم فاخلصوا العمل لله لا ليقول الناس أو لن يرك الناس وسيعطيك الله ما تشتهي وما يرضيه هو. أما إذا بغيتي الدنيا يعطيها كما أعطاها لي لمن سار في الغرب. ولكن راه خرج من الدنيا ولا حسنة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. داك الشيء كاع اللي بغيتي درتيه في الدنيا الآخرة لا حضر لك فيها. وما له في الآخرة من خلق ولا حاجة. لهم اللعنة لا نهاية. احمدوا الله على أنك خلقكم مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات آباؤكم مسلمون. وبلدكم هذا البلد الطيب راه كان يؤوي طلبة القرآن بالمئات ومن الجبل. أنا كنت أرى ويرى معي من كان في عمري سي اسلام وسي بوشتا عينيه زرقين بحال القبطان كنشوفوها في الرسالة. وكانت كيحكمونا بالعسكر. فرنسا كانت تحكم المغاربة بالعسكريين. تعرف فرنسا وي شقر عينيه كذا كيف تيبان لكم. واش من العلاقة بين السي عبد السلام وبين القبطان؟ ما عرفنا بأن الريافة شو يعني سلالة. كان جاي يقرأ قرآن ولا يعود إلى الريف حتى يحفظ القرآن. كيقول صفى اللوحة. كان أبناء هذا البلد لهم رزق حسن ويطعمون أبنائهم ويطعمون أهل القرآن. دابا خصو يطعموا ولادو بعدا. ولذلك ما كنشوف حتى شي برا. كاين شي واحد هنا كاين شي واحد ما جاي واحد لا يحسبه هذاك عجة كيقول النحاة ذاك الشادو حجة للقاعدة ماشي قاعدة. فأدعو الله تعالى أن يبارك لهذه الفئة متخيرة من بنينا وبناتنا أن يرزقهم الفتح المبين أن يصلحهم ويصلح بهم وأن يجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم ولمجتمعهم ولكل من في خدمة هذه الأمة المسلمة الحامدة الشاكرة إن شاء الله. بارك الله فيكم. والآن إذا لم نقم بحق الضيافة
صحيح اسمع علمتوناش. ولو علمنا قدومكم لفرشنا لكم وسيكون إن شاء الله هناك ما به تسعدون، وقد يكون بعضكم إن شاء الله من مؤطر إن شاء الله. ولما لا؟ معلومين ولكن عالمين واحد عيان. إذن كاين كاين الحكم في البلاد. كاين الحكم في البلاد. خلى عند الله تبارك الله عز وجل يوفق للخير وأنتم أهل لكل خير. كل ما تلقونه من خير انتم أهله إن شاء الله، والله تعالى يعوضكم إذا هناك تقصير. الله تعالى في الله العوض خير العوض، والله تعالى يبارك لنا ولكم في خير وأن يجعل وإياكم إلى خير. وهذه جينا القرآن ترحبوا وتدعوكم إن شاء الله لأن تزوروها في فترات سموتة وجاهدوا فيها، لأنها مشروع لا يزال يحتاج إلى جنود. المهم لعلمكم هناك واحد المطبوعات عنها الكلفة ديال إقامة المشروع ماشي بزاف، ملياران ونصف مليار فقط. هذا البني خلي الأرض وإحنا سنكسبها إن شاء الله، سنضم لها من الطريق شراء. سيكون هنا إن شاء الله بقعة متميزة، بحيث من بين مشاريعنا احنا أن الناس ينظرون هذا الخير فيقولوا علاش احنا منا، ويتعاونون ليبعثوا الحياة في هذه الأرض الميتة. أرض حية ولكن ميتة بموت أهلها، شيء مؤسف. هذه الأرض معطاء، ويوم وضع الحجر الأساسي للسد حجر الداخل سمع المغاربة وسمعت ممن سمع، ولكنني حفظت ولا أدري أحفظ غيري. يقول الحسن الثاني رحمه الله المغاربة الأهفلة لا، التفيلات لا تبيعوش أرضكم، عندكم تبيعوا أرضكم. معنى هذا الكلام راه أرض ليس لها مثيل، وسيأتي المسلمون ليشتروها بأي ثمن، فهي أثمن من كل ثمن. ولكن الناس ركنوا إلى الكسل وعجبتهم الركضة، وراهم باقي لا الدين. اللي مات واللي حي راه حي، يعني غير كيزحف ما هوش حي. وإلا هذه الأرض طيبة تنبت خيرا، ولكن العقول اللي هي دابا أنا قلت للأخ هو معي، حنا جايين خذي هالشيء هاد اللسوسة يعيشوا بالعائلات اللسوسة وخلي الأرض كلها فضاء. ما معنى هاد اللسوسة الآن؟ إنك الحملة اللي كيجيو وزين بقى. لماذا نتقاتلوا على السواقي وعلى كذا؟ كنحلموا جالسين خارج الحياة، خارج الوعي بالحياة. هاد الأرض ديك اللسوسة نمسحوهم وكل واحد نديروا له السلسلة ديالو ونديروا حساب ونضبطوا هاد الضوابط ونحرتوا كل شيء. لا ما نديروهاش، حيت هو تعيش بفكرة ميتة فتميته معها بعد حين. إذا سيبعث الله جيلا حيا واعيا مبصرا ويصلحه الله ويصلح به. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الجيل الذي يفتح عينه على الخير وأن يكون من الخير. وتعاونوا قال ربنا وتعاونوا على البر. وليش قال تعاونوا؟ يلا اللي جابني أنا أعطي جائزة الآن عندي. خلاص أنا عندي. تعاونوا على البر والتقوى. علاش تعاونوا على الجمالات؟ ماشي فعلوا البر، لا تعاونوا من أجل الحياة المطلقة، من أجل يعني الإنسان ذاته، باش نفوزوا بالجنة كامل. واحد أنا راني كنت أستاذ هذيك دا شحال دابا؟ لا 51 فقط.